حد جنبه طفل او طفل تحت 18 سنة يقفل الفيديو، وبعد ما يقوم من جنب الاطفال يقوم يتفرج على الفيديو تاني. استغاثة بنت عشرينية. البنت لقيتها في وسط التعليقات كاتبالي ردي عليا ردي عليا ارجوكي، مش عارفه اوصل لك. المهم تواصلت معاها خاص رساله فويس، فمش هينفع ان انا اقراها، ولكن انا سريعا كده هقول لكم الاستغاثه فيها ايه. البنت عندها 20 سنه، مخطوبه ومامتها متوفيه بقالها سنه. البنت بتقول بابا صعب جدا في التعامل، واسلوبه من زمان وهو مش كويس مع ماما، ويمكن هو السبب في مرضها وموتها، والسبب الرئيسي في انعزالنا عن العيلة اسلوب بابا وطريقته مع اللي حواليه. بقينا عايشين لوحدينا ومحدش بيسأل علينا. لكن اخر 3 شهور لقيت بابا اتغير معايا جدا، ومرة واحدة لقيته حنين واسلوبه اتغير، وبقى يجيب لي حاجات كتيرة قوي، بقى يجيب لي هدايا ويجيب لي لبس ويجيب لي كل اللي انا عايزاه، حتى اللي انا مش عايزاه بدأ يجيبهولي. وانا قلت يمكن موت ماما هو السبب، وهو اللي غيره وخلاه شخص احسن وكويس، ولكن الصراحة مش هو ده السبب خالص. واتضح ليا مع الوقت ان هو بقى ليه تصرفات غريبة جدا، بيطلب مني ان انا البس طب وشراط وحاجات في البيت، وانا مش متعودة على كده. ولما بقول له لا يا بابا ما ينفعش، يقول لي ده بيتك ما حدش ليه عندك حاجة، البسي انا اللي بقولك. بعدين الاقيه حط ايده عليا بطريقة مش كويسة، وانا طبعا بنت واقدر افهم اذا كانت الطريقه دي ولا اللمسه دي مريحه ولا مش مريحه. بدات اقلق منه، ونظراته ما كانتش بريئه ليا. ادخل المطبخ يضايقني في الداخله والطلعه. وفي يوم كنت قاعده انا واخويا، قال لنا قوموا البسوا هخرجكم. طبعا اخويا فرح جدا، وقلت له طب انا هدخل يا بابا اغير هدومي. اول ما دخلت الاوضه وقفلت الباب عليا عشان اغير، لقيته دخل وفتح الاوضه وانا بغير. فبقول له بابا انا بغير، لقيته بيقول لي وفيها ايه غيري انا ابوكي. ولقيته جه لمسني لمسه مش كويسه، زعقت وصرخت في وشه، واخويا جه على زعيقي. اول ما اخويا دخل الاوضه ولقاني بزعق، بابا راح طلع من الاوضه. حاولت اداري الموضوع على اخويا، قلت له انا تعبانه شويه ومش عايزه اخرج، اخرج انت مع بابا. قفلت الباب عليا وفضلت اعيط وانا منهاره. وفي اللحظة دي اتأكدت ان بابا تصرفاته من ناحيتي مش مظبوطة. انا مش عارفة اعمل ايه واتصرف ازاي. تفكيري حاليا ان انا اقول لخطيبي على تصرفات ابويا. ينفع اقول لخطيبي ولا ما ينفعش؟ حد يقول لي اعمل ايه؟ انا ما عنديش حد اقول له، ما عنديش حد احكي له ولا الجأ له، فعشان خاطري قولي لي اعمل ايه. هي صدمة كبيرة جدا انها تطلع من باباكي مش من حد تاني، بس حاولي بقدر الامكان ان انت تكوني قريبة من حد، خالتك او عمتك، وتبقي قريبة منه الفترة دي. حاولي بقدر الامكان ان انت الخطوبة تستعجليها، يعني لو فاضل شهر 2 3 تستعجلي الخطوبة. ولكن انصحك نصيحة، بلاش تقولي لخطيبك على اي حاجة. اكبر غلط انك تعرفي خطيبك باللي بيحصل، ولكن اللي اقدر اقولهولك ان انت تتجوزي بسرعة ويكون لك بيت وتقفلي عليكي. كوني ناصحة على قد ما تقدري. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اب ما بيراعيش ربنا في ولاده. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اب بيكون الاداء او بيكون السكينه اللي بيذبح بيها اولاده. بدل ما انت تكون سترها وغطاها وشرفها وعرضها، انت اللي بتحاول تعريها، انت اللي بتحاول تشيل الستر من عليها. حسبي الله ونعم الوكيل انك وصلت بنتك لاحساس الرعب والخوف. بدل ما تكون الحضن اللي تستخبى فيه من عساوة العالم، بقت بنتك بتدور على حضن حد تستخبى فيه منك. فتصرفاتك رخيصة جدا، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك.